من يدافع على توجهات أو على مواقف قديمة فإنه ما باغيش يحل، ما باغيش الحل، باغي ستاتيكو، باغي أن بعد 50 سنة هاد الناس اللي في المخيمات هذه 50 عام يكملوا في هذا الوضع المزري ويبقى في هذا الوضع الغير الإنساني. سهلة أنك تكون جالس في مدريد ولا تكون جالس في ستوكهولم. بالنسبة لموقف إسبانيا، بالنسبة للصحراء الغربية، هي كما تتجلى في إعلان التي حصل في أبريل 2022 وذلك في إطار الأمم المتحدة، وذلك لإيجاد حل متبادل. وفي كما تعرفون فإن إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي الذي تم عرضه المغربي الذي تم عرضه في 2007 أساس معقول وقابل للحياة. من يدافع على توجهات أو على مواقف قديمة فإنه ما باغيش يحل، ما باغيش الحل، باغي ستاتيكو، باغي أن بعد 50 سنة هاد الناس اللي في المخيمات هذه 50 عام يكملوا في هذا الوضع المزري ويبقى في هذا الوضع الغير الإنساني. سهلة أنك تكون جالس في مدريد ولا تكون جالس في ستوكهولم ومرتاح وتقول وخصهم يبقاو وخصنا نبقاو، المشكل خصو حل عن طريق الاستفتاء أو لا هذا، ولكن سهلة تقولها وانت مرتاح، ولكن اللي جالس في المخيمات هذه 50 سنة في ظروف غير إنسانية ما كتساعدوش ملي كتقول له زيد 50 سنة أخرى في هذا الوضع هذا. وبالتالي فهذه الدينامية هي دينامية للحل، ماشي دينامية فقط للمواقف الدبلوماسية. وكنظن اليوم كاينة فرصة مهمة باش أن هذا الملف يتحل نهائيا في إطار الأمم المتحدة، ولكن في احترام تام لسيادة المغرب ووحدته الترابية، وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي اللي قدم المغرب في 2007. فالموقف الإسباني هو جزء من هذه الدينامية.